ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. قررت ان انا اسافر القاهرة فهاخدكم معايا. اول حاجة رحتها حديقة الازهر، من احلى الجناين اللي انا شفتها بجد. صورت فيها حاجات كتير جدا، وكان اول مرة ادخلها. التذكرة بتاعتها ب20 او ب10 على ما اظن. مساحتها كبيرة جدا، مساحتها 80 فدان، واتفتحت 2005. بجد من احلى الحدائق اللي انا بنصحكم ان انتوا تروحوها. من كام يوم عملت لايف الفرق ما بين الحزن والاكتئاب، فاللي ما شافش اللايف يروح يشوفه، موجود عندي على القناة. كنت بتكلم فيه ازاي تطلع لو انت في مود اكتئاب او حزن او كده، ازاي تطلع من المود ده، واديت اكتر من نصيحة. من ضمن النصايح اللي انا عايزة ازودها كمان الرياضة مهمة جدا جدا. بتساعد ان الواحد يبقى احسن لو عنده اكتئاب او كده. طبعا المناظر اللي انتوا شايفينها ديت بتساعد على الصفاء الذهني وكده. هو احنا شايفين القاهرة من فوق، القاهرة كلها من اعلى هضبة يعني في الحديقة، وشايفين غروب الشمس. بجد المنظر جميل جدا، والهوا كان حلو قوي قوي قوي. المهم نرجع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. عايزه اقولك، انت لو اخدت صحابك او رحت مع نفسك، صفيت ذهنك وقعدت تكتب، او عملت ذكر وبدأت تسبح ربنا. طبعا اتكلمت في النقطة ديت في اللايف، روحوا شوفوه. دوت هيفرق جدا في نفسيتك، زي ما هو فرق في نفسيتي وفي شكلي مبسوط ومنشكح ازاي. عندي ليك 3 حاجات ممكن تعملها. ممكن تروح مع نفسك زي ما قلت في الأول، وممكن تروح مع أصحابك، وممكن تروح مع عيلتك. الجناين من أكتر الحاجات اللي بتخلينا مبسوطين. طيب، المكان التاني اللي رحناه هو الحسين. اتمشينا فيه كتير جدا، وجربت العصير دوت اسمه الجلاب، من العصائر السورية الجميلة جدا جدا. بس كده خلصت. أتمنى تكونوا استمتعتوا. مع السلامة.